قال لك واحد اتنين الطعميه راحت فين؟ الاهلي لما جالك الملعب احنا اللي ما لقيناكمش. جماهير الاتحاد سامعيني؟ ما جيتوش الملعب يعني. ادي نتيجه اي حد يفكر يستفز النادي الاهلي. الفكره ان انت ما تعرفش او انت جاهل بقيمه النادي الاهلي، دي حاجه ترجع لك. لكن هرجع واقول لك اسال الهلال اللي حصل فيه من النادي الاهلي لما جمهوره افتكر ان هو ممكن يستقل بالنادي الاهلي او بلاعبين النادي الاهلي. عندك بنزيما، عندك كانتي، عندك رونالدو، عندك رومارينيو، عندك فابينيو، لكن انت ما عندكش تاريخ النادي الاهلي. وقدام النادي الاهلي تسقط انت وتاريخك ان كان عندك تاريخ اصلا. مباراه او درس قاسي لجماهير الاتحاد السعودي ونادي الاتحاد السعودي انك تفكر تستقل بالنادي الاهلي. وده كان درس مهم جدا يتعلموه السعوديين ان هم ما يفكروش يستفزوا المصريين تاني. الفيديوهات اللي انتشرت قبل المباراة سواء من الإعلام السعودي أو من الجماهير أثارت الغضب عند الجماهير المصرية. مش بس جماهير النادي الأهلي، جماهير نادي الزمالك، جماهير النادي الإسماعيلي، جماهير النادي المصري. إنك استقليت بالكرة المصرية. أنت عندك فلوس تشتري بنزيما ورونالدو وماني، لكن ما عندكش فلوس أو فلوسك ما تقدرش تشتري التاريخ اللي بيسطروا كل لعيب مصري. ما تقدرش يبقى عندك لعيب زي محمد صلاح، ما تقدرش يبقى عندك نادي زي النادي الاهلي او نادي الزمالك مسيطرين على كل الالقاب الافريقيه، بل وينافسون على الالقاب العالميه. دايما ما تستقلش بخصمك لان ردة فعله هتفاجئك، زي ما حصل النهارده في الملعب. مباراه النادي الاهلي فرض فيها السيطره، بل بالعكس النادي الاهلي كان بيلاعب الاتحاد السعودي فرض عضلات في الملعب، بيوريهم مين هو النادي الاهلي. لان بنزيما ما كانش عارف مين هو النادي الاهلي المصري، لكن محمد الشناوي النهارده عرف بنزيما مين هو النادي الاهلي المصري. مباراه ما تقدرش تقول مين رجل المباراه في النادي الاهلي، لان كلهم كانوا رجاله، كلهم كانوا على قدر المسؤوليه. تمام. نبدا بالشناوي اللي هو يعتبر او بيثبت ان هو احسن حارس موجود في افريقيا. حتى بالمناسبه الجون اللي دخل في الشناوي في الدقائق الاخيره ما نلومش عليه خالص، لان الشناوي كان اتصدى قبلها الكوره من احمد حجازي كانت خطيره جدا. ولكن يعني كان في سرحان، خلاص المباراه انتهت بالنسبه للنادي الاهلي. فهو الهدف ده يعني كان بمثابه شويه دلع عند اللعيبه. تيجي عند معلول اللي مستواه رجع. انا حسيت ان معلول النهارده اتطور، مستواه اتبدل. معلول رجع بتاع قبل الاصابه. معلول رجع من فتره كبيره. معلول ما ظهرش بالمستوى ده مع النادي الاهلي، سواء في التحركات، سواء في العوده الدفاعيه، سواء في البلوكات اللي كان بيعملها قصاد الخصوم. فلا النهارده معلول كان عالي جدا، حتى في تنفيذ ضربه الجزاء علي معلول كان داخل بثبات بطريقه مش طبيعيه. لان عايز اقول لك ان دي تاني ضربه جزاء يشوطها علي معلول بعد مباراه سان داونز، وضربه الجزاء اللي هدرها قدام سان داونز اللي هي كانت بالنسبه له عامله مشكله، لان هو اعتبر ان ضربه الجزاء دي هي اللي خرجت النادي الاهلي. فارجع واقول لك ان اللعيبه كلها كان عندها ثقه في نفسها. وفعلا التطور او التبديل اللي حصل في مستوى النادي الاهلي وفي مستوى اللاعبين كان واضح جدا في الملعب. حتى واضح على مستوى ياسر ومحمد عبد المنعم، محمد هاني اللي بصراحه فاجئ الناس كلها. بس احنا كلنا عارفين ان محمد هاني لعيب مونديالي بيتالق دايما في كاس العالم. النهارده احنا مش هنطلع نتكلم عن اي لعيب بالسلبيات، لا احنا النهارده عايزين ندي كل لعيب حقه، لان احنا بقالنا فتره بنتكلم على اللعيبه وبننتقد اللعيبه. لكن النهارده لا، لازم ندي كل لعيب حقه. اللعيبه ما هبتش اي حد كان موجود في الملعب النهارده. محمد هاني بصراحه قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، وتقييم الشخصي لمحمد هاني 9.5. محمد هاني قدم مباراه كبيره جدا. تيجي في نص الملعب وتحدي كان موجود. كوكا الفرس اللي راهن عليه مارسيل كولر وتفوق في الرهان. مروان عطية نفس الكلام، تفوق في الرهان. فكرة ان انا جيت قلت لك قبل المباراة لو تفتكر في الفيديو اللي قبلها ان الاهلي لازم يسيطر على نص الملعب، بس بالعكس الاهلي عمل ايه؟ حتى انا هسيب لك الكورة، انا الاهلي مشي بمبدأ انا هسيب لك الكورة لغاية لما تقرب. اول ما تقرب هتلاقي لعيبة وبلوكات، لان النادي الاهلي شاف مباراة اوكلاند سيتي، شاف ان اللعيبه كانت بتستغل المهارات الفرديه. وارجع اقول لك الفرق الكبير او الفرق اللي كان واضح ما بين النادي الاهلي وما بين اتحاد جده كان في موضوع اللعبه الجماعيه والفروق الفرديه. بمعنى اصح ان الناس كلها توقعت ان على الورق الكفه الطب ناحيه الاتحاد، تمام.
لان الاسماء اللي موجوده في الاتحاد اسماء تقيله زي ما احنا اتفقنا، زي كريم بنزيما، زي فابينيو، زي كانتي، الناس دي كلها. ولكن انا رجعت وقلت لك ان اللي مخلي الاتحاد مستواه متراجع في الدوري ان اللعيبه دي بتلعب بموضوع الفرديه. مفيش جماعيه في فرقه الاتحاد، وبالتالي ان فرقه الاتحاد لما بتخسر الكوره زي ما انت شفت النهارده ان ولا حد كان بيرجع يدافع. كنت دايما تلاقي ان حجازي واقف لوحده. حرفيا حجازي انا ملومش عليه، تمام، لان حجازي كان واقف لوحده. يعني حتى في لعيبه يعني بلغه الكوره هربت من المباراه، تمام، سواء بقى بتاع الاصابه بان المدرب خرجهم، في لعيبه هربت من المباراه، خاصة على مستوى الاثنين الباكات اللي كانوا موجودين في نادي الاتحاد. لكن حجازي يحسب ليه ان هو واقف قصاد الهجمات او سيل الهجمات اللي حصل من النادي الاهلي. حجازي في بداية الشوط الاولاني شال كورة حرفيا كانت جول. لكن فكرة انك تبدأ بالمعيوف على حساب الجروهي هي دي المشكلة اللي انا ما كنتش لها تفسير. وفي نفس الوقت فكرة ان انت تنزل حمد الله متأخر قوي كده دي ملهاش غير تفسير واحد عندي، ان انت كنت مستقل بالنادي الاهلي. لان حمد الله من اكتر اللعيبه المؤثره في نادي الاتحاد، تمام، وحمد الله هو اللعيب اللي بيعرف يفك طلاسم وشفرات المباريات الكبيره اللي زي دي. فكونك انك تقعد حمد الله على الدكه في لغايه الوقت ده وتنزله هو وجوتا والمباراه اصلا يعتبر انتهت اكلينيكيا، فده طبعا ولا هيغني ولا يثمر من جوع زي ما بيقولوا. وفي نفس الوقت فكره ان انت نزلت المعيوف على حساب الجروهي، ما الجروهي كان كويس والجروهي ماشي معاك بقاله فتره، فانت بتنزل المعيوف والمعيوف ما كانش في مستواه، تمام. نرجع ونتكلم عن النادي الاهلي. اكلمك في نقطه الفروق الفرديه. الفروق الفرديه اللي هي موجوده عند لعيبه الاتحاد اللي خلت النادي الاهلي المباراه بالنسبه له سهله، بل بالعكس النادي الاهلي كان يقدر يخلص المباراه دي 6 او 5 بلا مبالغه، تمام، لان النادي الاهلي عنده جماعيه في الاداء. وانت شفت ان الثلاث اهداف كلهم جمل جماعيه، حتى ضربه الجزاء كانت بجمله جماعيه وتحصل على كهربا اللي بالنسبه لي النهارده ياخد 10 من 10 والله بجد. لان كهربا عمل لك اسيستين تسبب في ركله الجزاء. وانا جيت قلت لك ان الماتش عايز كهربا، عايز لعيب سريع، زي ما انا جيت قلت لك في الفيديو اللي قبل ده، قلت لك ان انت محتاج لعيب سريع، وقلت ان كهربا هو كلمه سر النادي الاهلي قدام الاتحاد. والحمد لله ربنا وفقنا وطلع كلامنا صح، كهربا هو كلمه السر، لان كهربا لعيب سريع. وقلت لك ان بيرسي تاو هيبقى عليه عبء كبير جدا، لان هم عارفين خطوره بيرسي تاو، عارفين ان بيرسي تاو هو اللي شايل الاهلي الفتره اللي فاتت، وعارفين إن لو انت جيت بصيت هتلاقي ان الشوط الاولاني كله اللعب كله كان مايل ناحيه بيرسي تاو، تمام. وفي نفس الوقت كان في رهان ان هل امام عاشور هيقدر ينجح في التحدي الموجود قدامه ولا لا. بس اللي احنا شفناه ان النادي الاهلي تفوق، لا اللعيبه كلها كانت في مستواها، اللعيبه كلها كانت فايقه، مفيش لعيب تقدر تقول عليه كان وحش. لكن الفكره بقى اللي حصلت ان التبديلات اللي في الشوط الثاني اثرت، انا مش هكدب عليك واقول لك ما اثرتش، ان الناس دي لو كانت موجوده، حسين الشحات كان موجود، بيرستو كان موجود، او كهربا لو كانوا موجودين، كانت النتيجه هتزيد في كذا كوره اتكرروا في المساحات اللي اتوجدت عند لعيبه الاتحاد. وارجع اقول لك ان نقطه تحول المباراه دي كلها هي ضربه الجزاء اللي اتفضل عليها محمد الشناوي، تمام. ضربه الجزاء دي خلت الثقه تزيد عند الاهلي وعند الشناوي وعند اللعيبه كلها وعند الجماهير، ولاعيبه الاتحاد ابتدت تقلق، تمام. وحتى كريم بنزيما ما بقاش عنده ثقه في نفسه، وده عادي بيحصل مع اي نجم، ان انت خلاص ضيعت ضربه جزاء فانت بتقلق. ولكن مباراه كبيره جدا من النادي الاهلي ومن الجماهير اللي اكتسحت المدرجات السعوديه، ونحب نحيي او نحب نهنئ الجماهير السعوديه، جماهير الاهلي، نحب نهني جماهير النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في السعوديه النهارده، نحب نهني اللعيبه كلها. من وجهه نظر التقييمات: محمد الشناوي 9، محمد عبد المنعم 8، ياسر ابراهيم 8، محمد هاني 9.5، علي معلول 9.5، كوكا مباراه كويسه جدا جدا من كوكا ياخد 8.5، امام عاشور 10 بلا مبالغه. امام عاشور كان هايل جدا النهارده. لو انت جيت عايز تعرف دور امام عاشور في الملعب ايه، ان امام كان هو اللعيب اللي بيقابل، او هو اول واحد بيقابل لعيبه الاتحاد اول ما يجوا يطلعوا بالكوره، وده تسبب في الهدف، تمام. الضغط اللي انت كنت عامله او الهاي بريسنج اللي انت كنت عامله على لعيبه الاتحاد. نروح للعيب اللي بعده وهو حسين الشحات. حسين الشحات كان بالنسبه لي هو مش في مستواه بقاله فتره، ولكن النهارده المباراه كانت كويسه جدا، اللي يفتح حركاته وفي كل الكلام ده، فندي حسين الشحات 8.5 على الهدف، لان الهدف جميل جدا بصراحه من حسين الشحات. كهربا 10، كهربا عمل كل حاجه في الملعب النهارده، وفر فرص لزمايله وخلق فرص لزمايله عاليه جدا جدا جدا. بيرسي تاو عارف ان المباراه كان فيها ضغط كبير جدا على بيرسي تاو، ولكن برضه هو كان قد المسؤوليه وبصراحه كان كويس جدا.
مروان عطيه هندي بيرستاو. ندي بيرستاو النهارده 9 لان بيرستاو كان كويس جدا. مروان عطيه كان عليه دور كبير جدا في فكره قطع الهجمات، ومش عايزاك تنسى اللعيبه اللي كانت بتعمل بلوكات قدام لعيبه الاتحاد اللي من ضمنهم مروان عطيه 9 ونص. نيجي للعيبه اللي نزلت بديله. انتوني مودست، انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه. في لعيب فقر، في لعيب نحس، بس اللي انت فيه ده مش طبيعي. نزل خلاص، المباراه اصلا متسهله للنادي الاهلي وفي مساحات، قال لك هنزل الراجل ده يجيب لك جون ولا حاجه يا عم، يمكن ربنا يكرمه. نزل عمل فاول مع اطول واحد في الملعب. انا مش فاهم يا مودست انت جبت مراخير حجازي ازاي، والله العظيم بجد. فمودست مش صفر، مودست سالب 10. انت درجه حراره يا ابني، انا مش فاهم بصراحه. فغريبه بصراحه. عمرو السولية 7 إلى حد ما كان كويس جدا. قفشة نفس الكلام. باقي اللعيبة يعتبر ما اختبرتش. طاهر هي بس الكرة اللي أنا بلوم عليه فيها إن أنا هديله 4 لطاهر، لأن الكرة قررت الهدف بتاع إمام عاشور لما كهربا عملوا الأسيست، هي اتكررت مع طاهر وما عرفش يستغلها. كريم فؤاد كويس، نديله 7. ضغط عالي من كريم فؤاد، وكان عامل هاي بريسنج على لعيبة الاتحاد، وكان مخلي إن هم يطلعوا بالكرة من نص الملعب. نحب نهني جماهير النادي الأهلي ونحب نبارك لهم. مباراة كبيرة جدا للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي في النهائي قدام مانشستر سيتي ويتجاوز عقبة فلورمينينسي البرازيلي. شكرا.